حاسه ان يعني زواج شيماء من المستشار ايمن كان غلط. الله اعلم. انت صاحبتها، ملهاش علاقه، انت كنت شاهده ملهاش على عقد علاقه. الزواج. انا اللي الله كتبت أعلم. الجواز وانا اللي كنت موجوده. انت اللي كتبتي عقد الجواز الاولاني الزواج العرفي. بصي هقول لحضرتك على حاجه. ايه ده؟ انت يعني انت اللي كتبتي العقد العرفي؟ انت مؤيده للزواج العرفي؟ طبعا. مؤيده مش في اشهار. مش في اشهار. الزواج اساسه ايه؟ بصي هو ليه كذا انت عارفه لو انت قاعده في مجلس عقد يعني انت حضرتك ممكن تتجوزي عرفي؟ ليه لا؟ لو الظروف يعني انت مؤمنه بيه؟ مش مؤمنه بيه. قانونيا صح، شرعيا صح. ليه؟ لان اساس الزواج العرفي عندك اشهار وولي وان انت تكوني وليه نفسك والكلام ده كله. في بنات كتير، ستات كتير مطلقات. لا مش وليه نفسي، ولي لازم يكون عندك ولي. عديتي السن القانوني فانت وليه نفسك. عديتي السن القانوني انت وليه نفسك. واحده مطلقه، واحده ارمله عندها معاش لوالدها، تمام؟ هل هتغضب الله؟ هل هتعمل علاقه مؤثمه؟ هل هتعمل علاقه غير شرعيه؟ ولا هتتجوز وتحتفظ بالمعاش بتاع والدها او جوزها او ايا كان؟ بس كده ده احنا بنحتال انت ما على بتقنني. لا انت ما بتقننيش زواج حرام قانونيا شرعيا. انت قلت لك ده كده جريمه. فين الجريمه؟ احنا كده يعني انا هتجوز عرفي عشان اخد معاش ابويا؟ فين الجريمه؟ انت في وضع اجتماعي في البلد ممكن تعمل، ناس كتير بتعملها. ايوه بس تاخدي معاش والدك ولا تعملي جريمه مؤثمه تعرضي فيها ربنا. بس ده مش صح. لا مش صح في ايه؟ لا مش صح. يعني انا دلوقتي مش صح اتجوز في إيه؟ مش صح في ايه؟ لما انت مثلا تعالي نتكلم على قانون الايجارات. واحده مثلا باربع خمس اطفال، تمام؟ هنقول مثلا بتاخد معاش بنك الناصر 500 جنيه. ثواني بس نقول مثلا بعيدا، طب خلاص ما اتجوزتش، بتاخد معاش 500 600 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه هيكفوا 5 اطفال، هيكفوا 4 اطفال، هيكفوا طفلين. دي مش قصتنا. انا مش بتكلم في المجمل. انت لو قاعده في مجلس عقد وفي مثلا علاقه او شخص قالها لك بمجرد التهريج بس بنيه صادقه، يعني قال لك انت مراتي، يعني خلاص بتبقي مراتي. يعني انت مش مع او مع اللي انت مش ضد ومع الجواز العرفي، وهو ده اللي طول ما في اشهار، طول ما في البنود القانونيه بتاعتك صحيحه والشرعيه صحيحه. بس عقد ايمن وشيماء ما كانش فيه اشهار في الاول. انت كنت موجوده؟ العرفي انت كنت موجوده؟ والده شيماء اصلا بتقول ما فيش اصلا جواز عرفي. ماليش علاقه. انت كنت موجوده؟ لا ما كنتش موجوده. بس خلاص ما كنتش موجوده. بس طب ليه شيماء خليته بقى عقد رسمي وشرعي بعد كده؟ انا كنت موجوده؟ ما كنتش فين؟ لا انا ما كنتش موجوده. بصي انا في دي انا ما كنتش موجوده. امال كنت فين؟ يعني انت موجوده في العرفي ومش موجوده في الرسمي؟ كان عندي ظروف والله ما كنتش موجوده. انا في دي ما كنتش موجوده. ما اقولكيش على حاجه انا ما حضرتهاش. يعني انت مش حاسه بتأنيب ضمير خالص في العقد العرفي؟